شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد بالجلال وبكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق رسوله الكريم الذي أرسله إلى الثقلين بشيرا ونذيرا، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم التواب، صدق الله الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الشعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق عباده من تراب، منزل الكتاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، بالقول لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه المآب. صدق من لم يزل جليلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق من حسبنا به كفيلا، صدق من اتخذناه وكيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. صدق الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين، وإمام جبر عزم غير جاحدين. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة
ويحرم حراما ويحمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويطيع حدوده واجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولقلوبنا موحصا وعلمنا مخلصا اللهم ألبسنا به الحلل وأسقنا به الطلل وادفع عنا به النقم وادفع عنا به النقم وأنزلنا به من النعم واجعلنا عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته في الدنيا عن الدين وأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم الذي غفرت مكانه وأعليت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا عز من قائل سبحانه وإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وأحسن كتبك نظاما وأحسنها كلاما وأحييها حلالا وحراما وأنت بالبيان وآخر البرهان وحروس من الزيادة والنقصان اللهم فأوجب لنا به الشرف المزيد واغفر لنا به جميعا للعمل الصالح الرشيد واجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى خطابه مستمعين وإلى أوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين والجوابه حائزين ولنا في جميع شهورنا ذاكرين وفي جميع أمورنا راجين اللهم فاغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أفضل الحق والنصيب وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر ولا فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوان والعتق من نيران واجعلنا لنا إلى جنان وأعذنا من عقوبتك ونيرانك إلهنا قد حرم
تولى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم يا فارق الفرقان ويا منزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا فيما بقي من رمضان اللهم أهله علينا سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام في خير وعافية يا رب العالمين اللهم إن لك في هذه الليلة المباركة الشريفة وفي كل ليلة من ليالي شهر رمضان عتقاء وأمناء ونطفاء وارجاء من النار اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أجرنا من النار سالمين وأدخلنا الجنة آمنين والحقنا بالصالحين واحفظنا في الدنيا والدين وتوفنا مسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة عند الموت يا رب العالمين ونعوذ بك من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وثبت حجتنا وثبت حجتنا واسلل سقيمة صدورنا اللهم يا أرحم الراحمين يا رب الأرباب يا مسبب الأسباب يا خالق خلقه من تراب يا سيد السادات يا سيد السادات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا رب الأراضين والسماوات يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير يا صاحب كل فريق يا مغني كل فقير يا مقوي كل ضعيف يا مأمن كل بخيل يا شافي كل مريض يا أنيس كل جليل يا أرحم الراحمين يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مظلوم ندعوك دعوة المضطرين ونسألك مسألة المنكسرين ونرجوك رجاء المساكين ونناديك نداء المهمومين ونناديك نداء المغمومين ونستدين بك رجاء الغرباء المساكين ونستصرخك صرخة الملهوفين ونذول بك منال المظلومين يا الله يا الله يا الله يا من لا ينادى بهذا الاسم سواه يا من لا يعجزه شيء ولا يعزب عنه شيء ولا يثقل مع اسمه شيء
الشمال من سبيل وإلى كمال اليقين من سبيل إلهنا وهو تكيلتنا وهو تكيلتنا وأنت وسيلتنا إلهنا يا كريم أنت رب القوامات الرحيم الذي يرجى لكل عظيم يا أرحم الراحمين أنت بحالنا عليم وعلى نجاتنا قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير نسألك يا رب العالمين يا رب اكشف همومنا واكشف كروبنا واهدر همومنا ويسر عسرنا واهدر همنا واهدر قلبنا واشرح صدرنا واسلك شأننا واجمعنا على الحق يا رب العالمين واجمع شملنا وكن سعتنا ووسع رزاقنا واغفر ديوننا وكلنا من كل المعصية إلى عز الطاعة ومن حالها حالنا هذه إلى أحسن الأحوال وارزقنا الصدق معك في الحال يا رب العالمين اللهم تقبل دعوتنا وارحم دمعتنا واقل عثرتنا ومن سيئاتنا ومن ذنوبنا واغفر لنا يا رب العالمين نسألك الإجابة أنت قلت وقولك الحق المبين ادعوني أستجب لكم هذا الدعاء ومنك المستجاب يا ربنا اجعل هذه الساعة ساعة الإجابة وارزقنا بالقبول والإجابة واجعلنا مجابي الدعوات يا مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم أسرانا وارحم موتانا اللهم يا أرحم الراحمين
النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.